السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. اول حاجة كده هنعملها مع بعض، هنعمل غدا كده سريع. تمام، هنعمل ايه مع بعض؟ هجيب كده، كان صراحة بقالي زمن ما عملتش عيش باللحمة في البيت وعيش بالصدق وكده. كنت بعمله بس كنت بعمل اللحمة والصدق، وكنت بنزل اعملها في الفرن تحت. تمام. بس يعني ممكن اكون داخلة في سنة ما عملتش عيش باللحمه وعيش بالصدق في البيت، فقلت لا النهارده بقى ايه هعمله. وما خدش معايا اي وقت خالص. جبت حوالي كده كيلو ونص دقيق، عشان انا مطلعه حاجه يعني الحشو وكده يكفي، يعني عايزه ايه بدل هخبز الحاجه تكفيني يومين، يعني اعمل الاكل على يومين، عشان طبعا العيش باللحمه والخبيز والحاجات دي بياخد وقت. فتاني يوم ابقى ايه ما عملتش اكل طبعا، عشان انتوا عارفين ان احنا الايام دي امتحانات ومذاكره وكده ودروس ومش عارفه ايه، فطبعا يعني الواحد بيحاول على قد ما يقدر ان هو يوفر وقت، وان هو يقف في المطبخ كتير وكده. فانا عملت ايه، جبت كيلو ونص دقيق. تمام. وحطيت عليهم كيسين خميره او كيس ونص خميره تقريبا، وذره ملح ومعلقتين سكر. تمام كده، او معلقه سكر كبيره، والله ما فاكره حطيت قد ايه. انا بحط كده عشوائي على فكره، مش بالمعلقه ولا الكلام ده، لكن انا بقول لكم انتوا تحطوا كذا. تمام. وجبت القشطه الفلاحي اللي هي بتاعه اللبن بقى، اللي بتبقى فوق الوش اللبن دي. بحب اعجن بيها قوي، وبحط حبه لبن. ما بحبش احط بقى ولا لبن نيدو. جربتها لبن نيدو ما عجبتنيش، بيض لا برضو ما عجبنيش. صراحه العجينه دي بتبقى حلوه قوي قوي بنفس الطريقه اللي بقول لكم عليها، هي بوش اللبن وحبه لبن. اللبن اللي هو البلدي بتاعنا. تمام. والقشطه بتاعه اللبن، وعجيني بقى ميه. وفي الاخر بنحط حبه زيت بقى نرمي بيهم العجينه. يبقى العجينه عباره عن ايه؟ العجينه دي تنفع برضو في البيتزا، بعملها في البيتزا هي بالظبط. ممكن تحطي بقى على عجينه البيتزا تزودي زعتر كده. تمام. يبقى انا حطيت دقيق، ذره ملح، حبه سكر، كيس خميره، وبقشطه اللبن البلدي، وحبه لبن، وبكملي ميه وزيت بس كده. هسيبها بقى تخمر، قعدت اعجن فيها بقى طبعا كويس جدا، عندك عجان عجيني في العجان. وسبتها بقى ايه تخمر، وعقبال ما تخمر بقى هجهز الحاجه بتاعتي. كنت انا رحت اتوضيت وصليت، وبقى ايه جيت بقى ايه اجهز الحاجه بتاعتي. معايا بصلتين كده حلوين، و طماطمايه وقرنين فلفل رومي، عشان طبعا ما يكونش حراق على الولاد يعني وكده. انا عندي كريم بيحب الحراق، بس ادم ايه اللي ما بياكلش حراق قوي يعني. فروحت عملت فلفل رومي وطماطم وبصل، دي خلطة اللحمة المفرومة بعملها دايما كده، وبحط ملح وفلفل اسمر بس، وممكن بابريكا. انما ما بحطش اي توابل على اللحمة ولا سبع بهارات ولا الكلام ده، انا بحب اللحمة المفرومة تبقى صريحة كده ما تغيرش طعمها. تمام. اللي بيحب بقى يحط بهارات يحط، لكن انا بحط ملح وفلفل اسمر فقط، مع زي ما قلت لكم طماطمايه، بصلتين، قرنين فلفل رومي، بس كده. وبعجن بقى كل الخليط ده مع بعضه. بصوا انا هنا كنت بفكك في اللحمه، لانها ما كانتش اتفككت، يعني كانت لسه فيها مجمده شويه. دي كده ايه طريقه اللحمه. وهعجنهم كده مع بعض كويس. ابقى كده خلصت اللحمه، هجيب بقى الصدق هقطعه كده بالمقص حتت صغيره. وهجيب طماطم، واجيب برضو هقطع طماطم مكعبات، وهقطع فلفل مكعبات حامي بقى وبارد زي ما تحبي. وكمان عملت بسطرمة، قطعت برضو بسطرمة، وقطعت وجبت زيتون وجبنة تركي. الحاجات دي بحبها بقى ايه مع الصدوق. جبنة تركي وزيتون طبعا وطماطم وفلفل، بيودوا الصراحة العيش في الصدوق والعيش بالبسطرمة في حتة تانية. انما اللحمة بحب البصل والطماطم ويكونوا مفرومين، ما يكونوش متقطعين حتت كده. تمام. ممكن بس ابقى ازود فلفل رومي، فلفل حراق كده على ايه، على العيش بتاعي انا وجوزي يعني. بس انما بقى انا بحب في اللحمه تبقى الحاجه مفرومه، البصل مفروم، الطماطم، الفلفل، صراحه بيكون حلو. انما طبعا الصدق ما ينفعش، الصدق بتقطعي طماطم مكعبات، فلفل، ونفس القصه برضو ايه البسطرمه. تمام. دي بقى طريقة الحواوشي الاسكندراني. انما انا عارفة في القاهرة بيجيبوا العيش جاهز وبيفتحوه ويحشوا بقى الحشو اللي هم عايزين يحشوه. وبيبقى طبعا معظم القهوية بيعملوه باللحمة، ما شفتش نادرا يعني لما حد بيعملوا بالصدق والبسطرمة وكده. انما احنا بقى بنعجن العيش من اوله. الصراحة يعني حاسة يعني نفس المصريين يجربوا الطريقة ديت، هتعجبهم اكتر
من لما يبقى العيش اللي انت بتبقي خبزاه وبتسوي معاه اللحمه او الحاجه، بتكون احلى، يعني بيكون طعمها اطعم. تمام. وفعلا ليا صاحبتي كانت بتعمله كده وجربته بطريقتي، عجبها جدا. عايزاكم بقى كده كلكم تجربوا العجين كده، بيكون سهل خالص، ما فيهوش اي مشكله، كانكم بتعجنوا تعملوا بيتزا بالظبط. بجد بتكون حلوه قوي. بص العجينه بقى خمرت وبقت طريه كده وجميله، وبدات بقى ايه اكورها كده كور صغيره على قد الرغيف. ممكن تعملوا بقى الرغيفين فوق بعض لو عايزينه رغيف زي اللي بتعملوه في الرغيف اللي بنشتريه من بره، لكن انا بفضل الانصص عشان يبقى سهل على الولاد، يعني هما بياكلوه كده يبقى سهل عليهم، بدل ما اقعد اقطعه لهم 4/4، لا ده انا بقطعه لهم نصين كده النص، فبيعرفوا ايه ياكلوه كويس. بس كده بتكور بقى كله، وببتدي بعد كده اجيب بقى ايه المفرش السيليكون بتاعي. تمام. وبعد كده ابتدي افرش عليه. على فكره المفرش السيليكون ده لازم تجيبوه، بجد حلو جدا جدا في فرد العجين، بيسهل عليكم قوي. احسن بقى ما تقعدوا تعجنوا على الرخامه او على الصينيه، لا المفرش السيليكون الصراحه بيكون حلو جدا. تمام، جربوه هيعجبكم في الفرد يعني. تمام. الصراحه يعني ندمانه ان انا ما جبتوش من زمان، يعني حاجه رخيصه جدا ومش غاليه ولا حاجه، بس بتسهل عليكم جدا جدا ان انتوا تفردوا العيش ويبقى سهل، ولا يبقى بتبقي برضو ضامنه نظافته، وان هو برضو الرخامه انا عارفه بتبقى نظيفه، بس برضو دي بحس يعني احلى. فاهمين قصدي ايه؟ بس كده. بصوا انا هو بشكل العجينه كده كلها. مين بقى اللي وصل لحد هنا وما حطش اللايك؟ يا ريت اللي وصل لحد هنا وما حطش اللايك يحط اللايك. الله اكبر الله اكبر. يا رب الاذان يخلص وارجع لكم تاني. بس كده بقى يا حبايبي، زي ما انتم شايفين بقرص معاكم بقى ايه، انا طبعا مسرعه الفيديو. وبعد كده بقى هبتدي احشي اللحمه، وبعد كده احشي معلش ادم جنبي بيتوب. قول لهم ازيكم عاملين ايه. لا لا هيزعلوا منك. بس كده عملت بقى ايه كده، خلاص خلصت. وهبتدي بقى ايه بحشي اللحمه الاول، وبعد كده بحشي الصدوق، واخر حاجه البسطرمه. ليه بقى؟ عشان انا قطعت الصدوق واللحمه لازم يخلصوا، فالحشو ده يخلص واللي يتبقى بقى، عشان عادي لو اتبقى بسطرمه بشيلها تاني في الفريزر مفيش مشكله. انما ما ينفعش الصدوق واللحمه يتفكوا وارجع اشيلهم تاني في الفريزر طبعا. فاهمين قصدي؟ فبخلي اخر حاجه البسطرمه، بحشي بيه العجين اللي فاضل، واللي يتبقى من البسطرمه عادي بشيلها تاني في التلاجة. بصوا بقى المفرش بيسهل عليكم ازاي. شايفين؟ رشيت بس حبه دقيق كده عشان العجينه كانت ملزقه شويه، انا بحبها تبقى كده، ما بحبهاش تبقى ناشفه، فبحط حبه دقيق كده وانا بفرد. على فكره عندي النشابه اللي هي والله من غير اللي هي الكبيره دي، بس انا بحب دي، بحب العجله دي، هي الايد بتاعتها اتكسرت وجبت واحده جديده، بس انا دي اللي بحبها. بفرد بقى. بصوا بتساعدكم بقى ان انتوا تعملوا البتاع مظبوط، لان بص الدواير اللي في المفرش، والصراحه المفرش كمان عشان سيليكون بيساعد فرد العجين بسهوله يعني، وما يلزقش بقى ولا الكلام ده خالص. حطيت بقى اللحمه بتاعتي كده في النص ده كده، وببتدي اقفل. اهم حاجه تقفلي كويس، ده ايه اهم حاجه، انك تقفلي العجينه كويس عشان ما يطلعش اي سوائل منها، لان احنا طبعا حاطين طماطم. بس كده نفس القصه بقى هعمل كله، بس طبعا مش هطول عليكم. هعمل بقى جبت صينيه كده بحط لها نقطه زيت وبمسحها بالمناديل. اسم الله يا حبيبي عليك. بس كده. واجي الطماطم والفلفل بقى والزيتون اللي هحطهم ايه على الصدوق. هخلص بقى الصراحه عشان كنت ايه حرانه، طبعا الفرن كان شغال، قلت لا هعمل مع حالي وبعد كده اصور لكم بعد ما يخلص. تمام كده خلاص بقى. العيش باللحمه بتاعي والصدوق كان استوى، والله كان طعمه خطير وحلو قوي قوي. بولعه من تحت الاول، وبعد كده بولع عليه الشوايه. بصوا عمل معايا كميه حلوه جدا، قعد عندي يومين، اتغدينا بيه وتعشينا كمان يومين. فبجد يعني عمل معايا كميه حلوه جدا يعني. لما تعملوا حاجه صعبه حاولوا تعملوا كميه على اساس ان انتوا تاني يوم ترتاحوا، لان طبعا الخبيز وانت تقفوا تعملوا فانت كده كده واقفه، فخلصي اعملي كميه بتحطيه في الميكروويف، بيطلع كانك لسه خبزاه النهارده. يعني احنا كنا تاني يوم كاني لسه عاملاه، لان الصراحه الميكروويف حلو جدا جدا في المخبوزات. ربنا يكرم كل من كان يا رب، وكل واحد يجيب كل اللي نفسه فيه ان شاء الله، ويوسع رزقكم كلكم. بس كده بقى. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب،
واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم يا رب ان شاء الله، وينصر كل المسلمين يا رب يا رب، وينصرهم كده وطبعا قلبنا معاهم، قلبنا معاهم كلنا. بس كده، باي باي.